طيب هتستنوني تقولوا لي يا عمر دلوقتي ايه هي البلان الجديدة بتاعتك ولا ايه اللي انت هتعمله اي حاجة. بكل اختصار البلان بتاعتي هي ان انا هدفع في لوكيفاي. يوسف باجت كان بيكلمني كل شوية وبتاع، فهدفع فيها قبلها، بس هعمل لي بورتفوليو احسن شوية بكل الخبرة اللي عندي في الاي فيجوالز وبتاع. هعمل لي عليها اشتغل اللي هو اعمل لي شغل حلو قوي تاني كتير، بعدها انزله بعد حلو أوي كتير وكل حاجة وبتاع. بعدها اسبسكرايب في البلاتفورم، اظبط اسعاري ودنيتي، انزل سعر جامد اوي، وبعدها انزل البتاع. شبه ما انا كنت بعمل، يعني اللي هو انزل بقى الشغل في الجروبس وكده، وانزل الشغل على اللوكيفاي نفسها، واكونكت بقى مع، يعني اعمل لي برضه اظبط لي الانستا بتاعي والحاجات كده وبتاع، عشان انا كونكت مع الناس بره وجوه. وهنا انا بقى اجمع لي نتورك كويسه حواليا عشان انا انضف بالناس اللي اعرفها. وفعلا الناس على فكره بتهتم وكل حاجه، مش ناس شبه دي. و at the end يعني ان هو استخدم دول ان انا مثلا اجمع كاش تاني، كاش صغير في الاول بس عشان اديبلوي وكذا سبسكريبشن وكذا حاجه. اول ما الموضوع ده يخلص على طول اقوم رايح انا عامل الكاش اللي هو اقوم رايح انا يعني مشترك في الحاجه وبتاع. ومثلا ممكن دي على فكره اجيبها من وان كلاينت عادي، وان كلاينت افريج كلاينت كان، مش اللي هو حاجه كبيره وبتاع. آم، اعمل كل الدوت تمشي بقى، كل حاجه تمشي. أم، يعني كل الدوت اللي عليا يمشي، كل حاجه، كل والكريدتس وبتاع كل حاجه. وان انا يعني ابتدي بقى ان انا اركز على البلاتفورم يعني جامد قوي. اوريدي انا حابب شاطر وعارف ازاي ان انا اظبطها وكل حاجه. واوريدي عندي هنا البيرسونال براندنج بتاعي هنا، حاول بقى ان انا اخليكم تروحوا عليها شويه وكده. اجين بس فيدباكس دلوقتي فور فري، اي اي تريدنج برو دوت اب، وان انا استخدمها دي اللي هي اللي كده. وان انا استخدمها في ان انا اطلع لحاجه اعلى واعلى 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 واعلى. وان انا بقى ايه يعني اكمل ان انا اديبلوي واعمل اشتغل هنا و... واي فلوس موجوده عامه اللي هو تيجي منها احطها تاني 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 تاني. وانا عندي بلان انها من اول ما توصل مثلا 40 دولار لحد ما توصل لمليون دولار عادي يعني، فاهم؟ بعد كده كمان لو انا عندي بلان لكل حاجه، فاهمين؟ وعندي بلان ديتيلد قوي للحته اللي هي بتاعت دلوقتي، مثلا لحد ما احنا نوصل لرقم كويس، فاهمين؟ مثلا 10,000 دولار في الشهر منها مثلا. انا عندي البلان دي موجودة عندي هنا وبتاع. ف وعارف ازاي سكيل، يعني ده كان شغلي ان انا سكيل براندز، فالموضوع سهل اوي بالنسبة لي. ف يعني بس أنا عارف تبقى في الاول صعب اوي ان انا جيت مثلا الفيرست 10 يوزرز، بس انا عندي اوريدي 5 دلوقتي عايزين ان هما البلاتفورم بتاع، ولا واحد منهم اعرفه، كلهم جايين على السوشيال ميديا شافوا الكونتنت بتاعي، عايزين ان هما عايزين يكسس البلاتفورم والسبسكريبشن والحاجات دي كلها وبتاع. وانا هعرف ان انا اخلي من 5 دول يبقوا 50، و50 يبقوا 100، و100 يبقوا 1000. سهل الموضوع بالنسبة لي وهعمله. بس الموضوع اللي دلوقتي موقفني شوية هو الفيرسل، والفيرسل عليه مشاكل كتير قوي. اظبط الموضوع شوية فيرسل آه، بال بس هنا من هنا يتجمعوا يتحطوا هنا، بس كده فاهم؟ آم، يعني اللي هي هتتجمع يتحطوا في البتاع هنا وبتاع. ف ولو بقى يعني انا عايز انها فوكس بس على البلاتفورم دي وكده، ان انا انتجريت الحاجات بتاعتها وبتاع. بس هستخدم نيجيفاي عشان اجمع لي كاش فلو كويس وكام حاجه تكون ماشيه كده. واول يعني ما يعني اول بس ما اظبط واقف عند الموضوع ده، اقوم رايح لي كعمر ان انا اقول ايه، تعالوا نعمل لنا تيم وبتاع. والله انا لو لقيت اصلا عرفت اجيب لي كونكشنز وبتاع، انا هعمل لي تيم، ومثلا هيبقى معايا فاوندر تاني، ومثلا 50-50 ولا اي حاجه، هيبقى في كاش فلو قليل يعني. هو مش قليل، هيبقى كويس قوي على فكره، كويس قوي. بس يعني هيبقى كده وبتاع 50-50 وبتاع. وانا هظبط عندي السيستم وكل حاجه، بس هيساعدنا ان احنا نجيب كلاينتس وبتاع، وان احنا نهندل الدنيا انا وهو. دي اهم حاجه، عشان كده كونكشنز والبيرسونال براندنج وبتاع. ف يعني انا اي حد يكلمني هو اكيد عارف دماغي وعارف ازاي انا شاطر وعارف كل حاجه، انا اللي هو انا بجد فظيع. هي بس تقف معايا في الاول ساعات كده. الفيديو ده انا بصوره لنفسي قدام. عمر انت يوم 30/8 او حاجه و20/8 انت حصل معاك نفس الموقف ونفس الحاجات، وكلمت علي وكلمت اصحابك كلهم بتاع، محدش عبرك بجد، وكلهم كنسلوا في وشك. وادي الموضوع ده النهارده يا عمر حصل مع بلال. انت فاكر انت ساعتها عملت ايه معاهم؟ هما قعدوا كله بقى
كان ضدك وبتاع، واول ما شافوا نجاحك وانت بدأت ان انت بجد بتعمل حاجة وفلوس وبتاع، الناس دي كلها قعدت انها تتلم عليك شبه الدبان. فادي الموضوع ده نفسه هو بيحصل تاني، وانت دايما كنت بتفافر الناس عليك، فمرة ديك دلوقتي بتفافر نفسك على الناس. وانا بقول لنفسي انا جبت اخري، ولو نفسي مش شايف ان انا جبت اخري فتوظف نفسي اللي قدام. أم، بس يعني اهو، وانا دلوقتي بتراست بروجرس، والنهارده يوم 14. انا بقول 14 لحد يوم 30 هيبقوا من أسوأ الأيام اللي عدت عليا في البيزنسز بتاعتي، في كل حاجة بجد، والتعب والشغل والامتحانات والمذاكرة والشغل بقى بجد فاهم وكده، والفلوس والبتاع والبيزنس وكل حاجة. أنا عارف إنها هتكون صعبة، بس أنا بقول لنفسي عمر، أنت بعدها على طول هتبقى أنجح من أي مرة أنت كنت فيها قبل كده، وحلمك إن أنت تبقى مليونير قبل ال17 هتحققه بالموضوع ده. أنا بترست بروجرس، بترست في نفسي، واثق في ربنا قبل اي حاجه من دول، واثق في ان هو بيحطني هنا عشان ان انا اطلع لقدام، وان اي بلان عندي هو دايما بيخليني اروح للي احسن منها، عشان البلان اللي عند ربنا احسن من اللي احنا عندنا احنا كلنا. وانا واثق في ربنا ان هو هيخليني ان انا اعدي من دي ومن دي ومن كل حاجه تانية، واوصل اللي بعدها ان انا اعلي كل حاجه في شغلي، كل حاجه في كل حاجه ممكن انها تفرق معايا قدام. وان AI trading برو هتشتغل وهتبقى زي الفل، وهتبقى ناجحة قوي، وهتبقى بتنافس باينانس وكل، وانا نفسي هندمج مع باينانس والحاجات دي. انا واثق في ده، واثق في ان مش عارف بقى اللي هتبقى ايجنسي ولا هتبقى ايه بالظبط، هتبقى من انجح الحاجات اللي موجودة وبتاع، وفيجوال فريم هترجع تاني. انا واثق في ان انا بجد اعرف ان انا اعمل لي حاجة متخلفة، واعرف ان انا اعمل لي حاجة جامدة قوي. عملت قبل كده كتير، وعملت لي من ولا حاجة عملت لي حاجات كتير قوي. انا بس اللي كنت ببقى غبي في ان انا امانج وهندل الحاجات. بس انا دلوقتي غير، واتعلمت كتير قوي من كل حاجه من دول، ودلوقتي اتعلمت لي بجد وعملت لي حاجات بجد، وفرقت مساعداتي مع ناس بيتفرجوا عليا دلوقتي. عارف الفيديو طويل، بس انا حابب اي حد وصل لحد دلوقتي حتى لو انا بس. شكرا. أم... واي حاجه عامه انا بعملها هي هتوصل لان انا ابقى حاجه. شكرا لكم كلكم.